بيحكي فيلمنا النهاردة عن مضيفة طيران شجاعة بتحاول تنقذ الركاب اللي على الطيارة من مجموعة من الإرهابيين المسلحين. وقبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش فولو لايك وشير لو بتتابعنا على الفيسبوك، وتفعل زر الجرس وتشترك في القناة لو بتتابعنا على اليوتيوب. ويلا بينا نبدأ عظمة النهاردة. الفيلم ده عن قصة حقيقية حصلت فعلا. بيبدأ الفيلم ببطلتنا نرجة وهي راكبة تاكسي، ولما بتنزل بتدي للسواق فلوس زيادة وبيدعي لها بطولة العمر وبتقول له أهم حاجة إن الحياة تكون كبيرة مش طويلة. ولما بتوصل البيت أمها وأبوها بيكونوا عاملين حفلة صغيرة بتسلم عليهم وبتفضل تغني وترقص مع الأطفال على أنغام مغنيها المفضل. ولما بتدخل البيت بنعرف إنها كانت شغالة عارضة أزياء بس حاليا مضيفة طيران، وبتقول لمامتها تصحيها بدري علشان الطيارة، وأمها مش بتكون حابة شغلها ده لأنها بتخاف عليها وعايزاها ترجع لشغلها القديم. بس نرجة بتعرفها إنها بتحب شغلها ومش هتسيبه وتروح لمكان تاني. فبنشوف مجموعة من الإرهابيين وهم بيحضروا نفسهم وبيكونوا ناويين يسرقوا الطيارة بكرة، وبنعرف إن الطيارة متجهة لمدينة فرانكفورت، بس في الأول هتقف ترانزيت في كراتشي، وهناك ناويين يسرقوا الطيارة ويروحوا بيها لقبرص علشان يقدروا يستخدموا الرهاين اللي في الطيارة ويضغطوا على حكومة البلد علشان يفرجوا عن المساجين اللي تبعهم. فبتقوم نرجة وبتجهز نفسها، وقبل ما بتطلع أمها بتسألها عن خاتم الحظ وبتقول لها إنها مش عارفة سابته فين وإن القدر كده كده مكتوب، وبتقول لهم إنها مش هتلحق تحتفل بعيد ميلادها معاهم. وبتفتكر مامتها تشتري لها الفستان الأصفر اللي كانت عايزاه، وبيجي زميلها دبجايت علشان يوصلها وبيكون معجب بيها وبيحبها. وأبو نرجة بيقول لأمها إنهم غلطوا لما جوزوها في الأول لواحد مش بتحبه، وإن دبجايت زميلها بيحبها وأكتر واحد مناسب ليها. وفي الطريق حبيبها بيقول لها إنه كان عايز يقضي عيد ميلادها معاها، وبتوري له صورتها اللي على إعلان في الطريق، وبتقول له في عيد ميلادها يجي هنا، وبيشوف صورتها ولما بتوصل بيديها جواب وبيطلب منها تقراه لما يجي يوم عيد ميلادها. وزمايلها بيقولوا لها تتجوزه لأنه بيحبها جدا وتنسى تجربتها الأولى. وفي الوقت ده المجموعة الإرهابية بيكونوا في طريقهم للمطار وبيتنكروا في زي الضابط وبيعدوا من على كمين، وبيقولوا إنهم معاهم سياسي من ليبيا هيوصلوه للمطار وبيعدوا. أما نرجة بتكون في الطيارة وبتتأكد إن كل حاجة تمام وبتبدأ تستقبل الركاب، وبيكون في منهم واحدة وحفيدها وبتعجب بالمضيفات وبتكون عايزة حفيدها يتجوز واحدة منهم. وكمان أطفال بيكونوا مسافرين لوحدهم وطفل منهم بيكون خايف، بس نرجة بتهديه وبتطمنه إن كل حاجة هتكون كويسة. وبيبدأ الكابتن يتحرك بالطيارة وبيتمنى للركاب رحلة آمنة. أما نرجة فبتروح تقعد في المقعد جنب زميلتها اللي بتسألها عن الجواب اللي معاها من حبيبها وبتكون عايزة تقراه. ونرجة بتفتكر ذكرياتها مع جوزها الأولاني لما كان بيعاملها بطريقة مش كويسة وبيهنها لأنها مش بتعرف تعمل شغل البيت ولا تطبخ، وكمان بيقلل من طموحها، وكمان خلاها تسيب شغلها في عرض الأزياء. بس باباها دايما كان بيشجعها وكمان ساعدها تتخلص منه. وبتتحرك الطيارة وبتنزل في مطار كراتشي، وهناك بينزل الركاب وبيفضل اللي هيكملوا لفرانكفورت، وكمان بيوصل مهندس الراديو وبيدخل عند الطيارين يسألهم لو كل حاجة تمام عن الاتصال بالراديو. وبيكون زميل نرجة وهي بتديله ألبوم لمغنيهم المفضل. بس في اللحظة دي مجموعة الإرهابيين بيكونوا وصلوا وبيقتلوا أمن البوابة بتاعة الطيارة وبيوصلوا للطيارة وبيضربوا نار على الحراس. ونرجة واللي في الطيارة بيسمعوا ضرب النار وبتقول لهم يقفلوا باب الطيارة بسرعة، بس مش بيلحقوا والإرهابيين بيدخلوا للطيارة. وقتها بتروح نرجة بسرعة تبلغ الطيارين عن حادثة اختطاف، وهم بيقرروا بسرعة ينفذوا بروتوكول الاختطاف. في نفس الوقت أم نرجة بتكون قلقانة عليها وبتلاقي الخاتم بتاع الحظ وبتكون خايفة على بنتها. وفي الطيارة واحد من الإرهابيين بياخد نرجة علشان توديها عند الطيار، وهناك بيكسر الباب عليهم لكن مش بيلاقيهم، وده لأنهم هربوا من شباك الطيارة ونزلوا بالحبال. وبيضرب عليهم نار بس بيهربوا منه، وبيكون ناوي نرجة وبيشك إنها ساعدتهم وبلغتهم. والطيارين بيوصلوا لإدارة المطار وبيعرفوهم إن الطيارة اتخطفت من مجموعة من الإرهابيين، وقائد الإرهابيين بيتعصب لأن الطيارين هربوا ومش هيعرفوا يهربوا بالطيارة. فبيأمر نرجة تكلم الركاب وتطلب منهم يسكتوا وإلا مش هيرحمهم، وهي بتحاول تهديهم وبتقول لهم يسكتوا ويكونوا متعاونين، وبتطلب منهم ينزلوا ايديهم بس القائد بيتعصب وبيقول لهم يرفعوا ايديهم تاني، وهي بتحاول تقنعه انهم لو نزلوا ايديهم توترهم هيقل وهيكونوا متعاونين معاه، وبيقتنعوا وبيخليهم ينزلوا ايديهم. بس بيرجع يقول لها تسألهم مين فيهم مهندس راديو ده علشان يقدروا يتواصلوا مع إدارة المطار ويطلبوا طيارين. وهي بتسأل في التليفون وزميلها المهندس بيكون هيرفع ايديه، بس هي بتشاور له ما يرفعش ايديه وبيسمع كلامها. في الوقت ده ابو نرجة بيوصل له خبر ان الطيارة اللي بنته عليها اتخطفت، وبيكون قلقان جدا وخايف على بنته، وبيرن على مراته وبيعرفها اللي حصل، وهي بتكون مصدومة وبتقرر تصلي وتدعي علشان بنتها. وبنرجع للطيارة وإدارة المطار وبيقرروا يبعتوا مفوضين للإرهابيين علشان يتفاوضوا معاهم، وبيكلموهم من بره الطيارين. بس الإرهابيين بيأمروا الركاب كلهم يقفلوا الشبابيك، وبياخدوا نرجة واحد من الرهاين وبيفتحوا الباب وبيهددوهم انهم
إنهم لو ما بعتوش طيارين خلال 30 دقيقة هيقتلوهم من غير تفكير، وبيحاولوا يتفاوضوا معاهم بس من غير فايدة، ولما بيتأخروا عليهم ومش بيبعتوا الطيارين بيقتلوا واحد من الركاب قدام عينيهم، وجدته بتكون منهارة ومش بتعرف تنقذه منهم، ونرجع هي كمان بتفضل تعيط وهي منهارة من اللي حصل، وبتروح نرجع للحمام وهي مصدومة وبتعيط وبتقفل عليها الباب، والإرهابي بيفضل يخبط على الباب عليها، وبتفتكر لما كانت بتهرب من طريقها وبتدخل الحمام وهي خايفة منه وبيفضل يخبط عليها الباب علشان تفتح، بس بتفتكر كلام أبوها وتشجيعه ليها إنها تقدر تواجه كل الصعب اللي في حياتها وتتغلب عليه، وبتغسل وشها وبتطلع للإرهابي اللي بيشدها وبيحذرها إنها لو اتحركت تاني من غير إذنه هيقتلها من غير تفكير. وأمن المطار بيكلموا المسؤولين وبيقولوا لهم لولا المضيفة نرجع اللي بلغت الطيارين برمز الاختطاف كان زمان الوضع أصعب من كده. وبنرجع للطيارة ونرجع بتروح تملى مية للركاب، بس القائد بيزعق لها وبيقول لها ما تقدم لهمش حاجة، وهي بتقول له إنها بتعمل واجبها زي ما هو بيعمل واجبه بالظبط، وبيسمع كلام زعيمه وبيقتنع بكلامها، وبتوزع المية هي وباقي المضيفات وبتروح تواسي الجدة اللي فقدت حفيدها. بس بعدها بتسمع القائد وهو بيقول لهم يلموا جوازات السفر من الركاب، واللي جوازات سفرهم أمريكية علشان يضحوا بيهم ويقتلوهم في الأول. وقتها نرجع بتفكر في خطة وبتقوم تقول لهم يكونوا متعاونين ويطلعوا جوازات سفرهم، وبتوزع على المضيفات أكياس زبالة، وعند كل واحدة بتروح تقول لها ما تاخدش جواز السفر الأمريكي. وفعلا الخطة بتنجح ومش بيلموا جوازات السفر الأمريكية وبيخبوهم تحت المقاعد، ولما الإرهابيين بيجمعوا جوازات السفر مش بيلاقوا ولا واحد فيهم أمريكي، وده بيخليهم يشكوا في نرجع لما بيحسوا ان ليها دخل بالموضوع، وواحد منهم بيفتشها بس مش بيلاقي معاها حاجه. وقتها واحده زميلتها بيكون معاها واحد في جيبها وبتخبيه تحت الكرسي بتاعها، وابو نرجع بيرن على امها في البيت وبيعرفها انهم لسه ما وصلوش لاي خبر عن بنتهم، وهي بتقرر تروح تشتري لها الفستان الاصفر اللي كانت عايزاه في عيد ميلادها. وفي الطياره الارهابيين بيلاقوا جواز سفر لواحد امريكي وبيفضلوا يندهوا عليه لكن مش بيرد، وفي الاخر بيهددوا بقتل اي واحد عشوائي في الطياره، وفي الاخر بيقوم يسلم نفسه وبياخدوه عند باب الطياره وكانوا هيقتلوه لانهم ما بعتوش طيار. بس المفاوضين بيعرفوهم ان في واحد اسمه عمران علي مهندس راديو وممكن يساعدهم يتواصلوا معاهم من خلال الراديو، وهم بيتجننوا لانه خبى نفسه عليهم وبيفضلوا يندهوا عليه وبيهددوه بقتل نرجع، وبيقوم في الاخر وبينزلوا عليه ضرب، وبتحاول نرجع تدخل لكن من غير فايده، وبياخدوا له اوضه القياده وبيتواصل معاهم علشان يبعتوا طيار، وهم بيحاولوا يتفاوضوا مع الارهابيين وبيطلبوا منهم يسلموا النساء والاطفال، لكن الارهابيين بيرفضوا. وواحد من الارهابيين بيروح يفتش في حاجة عمران وبيلاقي الكتاب اللي نرجع ادته له هدية، وبيروح عندها وبيجبرها تغني قدام الكل. في الأول مش بتكون قادرة، بس بيهددها يقتل الأطفال اللي على الطيارة، وبتفضل تغني وهي بتعيط، وبيسيبها في الآخر. ونرجع بتفضل تفتكر ذكرياتها مع أهلها، وأمها في البيت بتتفرج على صورها وهي طفلة وبتجهز الفستان الأصفر اللي اشترته لها. وبنرجع للطيارة وواحد من الأطفال بيكون عايز يدخل الحمام ونرجع بتستأذنهم بس الخاطف بيرفض، ولما بيحاول زميله يخليه يوافق بيضربه، والطفل بيخاف وبيعمل على نفسه، وبيجي قائدهم وبيزعق له لانه ضرب زميله، ولما بيسيبه التاني ده بيتجنن وبيفضل يكسر في كل حاجه حواليه، والكل بيكون خايف منه. وبيطلع عند القائد وهو في مركز القياده، وبيحاول عمران يتفاوض مع القياده، والخاطف بيقول للقائد انهم مستخفيين بيهم ومش هيبعتوا حد، وبسبب ده بيضرب عمران بالنار وبيقتله، وبيتواصل معاهم وبيعرفهم ان عمران اتقتل ولو ما بعتوش الطيار هيقتلوا باقي الركاب. والخاطف بينزل يستفز الركاب وبيضرب فيهم، وبيروح يعرف نرجع انه قتل عمران. وبنت من الاطفال بتكون خايفه وبتقول لهم انها عايزه مامتها، ونرجع بتقول لها انها هي كمان عايزه مامتها، وبتفتكر زمان لما كانت قاعده تاكل مع طليقها وامها وابوها واخوها، وبيحاولوا يحلوا الخلاف اللي بين نرجع وجوزها. بس نرجع لاول مره بتتشجع وبتقوم تجيب لهم الرسائل اللي جوزها كان بيكتبها لابوها وما بعتهاش. في كل رساله كان بتغلط فيهم وبيهنهم وبيهين بنتهم، وبتفضل تعيط وامها بتحضنها، ونرجع بتقول لها انها مش عايزه تموت قبل ما يجي ميعاد موتها، وبتفضل نرجع تحضن الاطفال وبتواسيهم بنفس الطريقه اللي امها كانت بتواسيها بيها. وبعدها بتقوم وبيسالها الخاطف هي رايحه فين، فبتعرفوا انها عايزه تقدم وجبات للركاب لان زمانهم جاعوا، وهو بيسمح لها، وبتقوم هي والمضيفات يوزعوا اكل ووجبات خفيفه. وبتروح عند شاب قاعد عند باب الطياره وبتديله ارشادات يقراها، وبتقول له استنى عند اشارتي وافتح الباب. في نفس الوقت الحكومه الباكستانيه بتكون عملت اجتماع بسبب اللي بيحصل في الطياره، وبيحاولوا يوصلوا لحل، وفي الاخر بيقرروا يبعتوا جنود مسلحين للطياره علشان
بيحاصروها من كل مكان وبيعملوا خطة. وبنرجع للطيارة وواحد من الإرهابيين بيعتدي على واحدة من المضيفات. أما نرجة فبتقعد تفتح جواب حبيبها وبتقراه وهي بتعيط، وبيكون كاتب لها إنه عايز يتجوزها وإنه بيحبها، وبتاكل الشوكولاتة اللي جابها لها وهي بتعيط. وحبيبها بيكون في عربيته واقف قدام صورتها بيسمع الأخبار عن الطيارة المخطوفة في الراديو، وهو بيعيط وبيكون خايف يحصل لها حاجة. وأم نرجة بتفضل تبخر البيت وبتدعي إن بنتها ترجع لها بالسلامة. وبنرجع عند الطيارة من تاني، والجنود المسلحين بيكونوا واقفين مستنيين الإشارة. وفي اللحظة دي النور بيقطع جوه الطيارة لأن البطارية بتخلص، والإرهابيين بيكونوا مفكرينهم إن هيتم الهجوم عليهم، وبيتجننوا. وبتحاول نرجة تهديهم وتفهمهم إن ده بسبب البطارية، بس مش بيسمعوا لها وبيفضلوا يقتلوا في الركاب بطريقة عشوائية. وفي اللحظة دي نرجة بتفتح باب الطوارئ وبتدي الإشارة للشاب يفتح الباب التاني، والركاب بيطلعوا يجروا وبيهربوا بسرعة من الباب. والإرهابيين بيفضلوا يضربوا نار بشكل عشوائي، وزمايل نرجة بيفضلوا يندهوا لها علشان تنزل، بس بترفض تنزل إلا لما تتأكد إنها نزلت كل اللي في الطيارة، وبتخاطر بحياتها وسط ضرب النار. وبتروح تنقذ ما يمكن إنقاذه منهم، وفي الآخر بتروح تجيب الأطفال واللي لسه بتهرب بيهم. بيوصل الإرهابي عندهم وبيضربها بالنار أكتر من مرة في ظهرها، وبتنزل الأطفال وبتنزل بعدهم وبينقلوها لعربية الإسعاف على طول. وفي عربية الإسعاف لما بتكون حاسة إنها خلاص هتموت بتدي جواب لواحد من الأطفال علشان يديه لأمها. وأهل نرجة بيفضلوا قلقانين عليها ومستنيين أي خبر هم وحبيبها. وفي الآخر الركاب بيوصلوا للهند، وبيروح أبو نرجة وأمها علشان يستقبلوها، بس بيستقبلوا التابوت اللي منقولة فيه وبتكون ماتت. وأمها بتكون مصدومة وبتطلع الفستان الأصفر بتلفها بيه وهي منهارة، وحبيبها بيكون واقف بيعيط هو كمان. والطفل بيدي الجواب لأم نرجة، وبعد مرور سنة من الحادثة دي بتتكرم نرجة على بطولتها وشجاعتها. وأمها بتطلع تقول إنها ما كانتش مصدقة إن بنتها بالشجاعة دي، وإنها ربتها زي إخوتها الولاد علشان كده طلعت شجاعة ومش بتخاف من حد. وإنها سابت لها جواب بتقول لها فيه إنها بتكره الدموع. وبتكون نرجة ماتت وهي عندها 23 سنة، وبتكون حصلت على وسام الشجاعة. وبتتشهر نرجة في كل مكان في الهند، والرئيس بنفسه بيكرم أمها. وبنعرف إن نجي من الطيارة 359 راكب من أصل 397، والإرهابيين اتحكم عليهم من منظمة أبو نضال في باكستان بالسجن مدى الحياة. وباكستان بتمنح نرجة وسام الإنسانية تقديرا لإنسانيتها وشجاعتها، وكمان بتمنح جائزة البطولة لمؤسسة سلامة الطيران، وجائزة العدل ضد الجرائم كمان، وجائزة الشجاعة الاستثنائية من الولايات المتحدة الأمريكية. وبكده بيخلص فيلمنا النهاردة، والسلام.